ما هو بُص بقى يا برنس عشان نبقى بس على بينة من البداية، لو إحنا هنكمّلها بالحبّهاني الهندي والمستكة الأثيوبي وبودرة العفريت وشغل حلّق حوش وشغل الدجل والشعوذة ونجيب ساحر يعمل لنا أعمال في ملعب الأنفيلد، يبقى يا باشا إيه، كده مش هينفع. لو هندوّرها بالمنظر ده، يبقى ما كناش دفعنا كمية الفلوس اللي إحنا دفعناها دي، وجِبنا اللعيبة ب150.000.000 وب100.000.000 وبتاع علشان نبقى كل مرّة بنخش في نفس السيناريو. كل مرّة بنلعب الماتش بنفس الطريقة، كل مرّة بنبقى كسبانين ب2-0 و1-0 وبيرجع الفريق اللي قدّامنا علينا وبنتعادل ونفضل نلعب لحد آخر دقيقة علشان نجيب جول الفوز. لو هنكمّلها كده لحد آخر الموسم يبقى عم أرني سلوت 3/4 جماهير ليفربول في العالم هييجي لها الضغط والسُكّر وأزمات قلبية وهتموت منّك قبل ما الموسم ينتهي، لإن كده صعب، كده صعب أوي، 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 أوي المنظر اللي إحنا بنتفرّج عليه ده. بصراحة أنا يعني جاي النهارده وهاقول بقى مبروك لليفربول وكسبنا والكلام ده كله، بس عندي كمية كلام لأ، لو هنكمّل كده هيبقى كارثة، هيبقى كارثة على ليفربول. السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ معاكم جوجو وهنتكلم النهارده على ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال اللي انتهى 3-2 لليفربول. ماتش في البداية خالص في الدقيقة الأولى والّا الدقيقة التانية فاول محمد صلاح شاطها خبطت في روبرتسون دخلت جول. حلو جميل، بداية ولا أحلى، في أول دقيقتين بتحط جول في أتلتيكو مدريد الفريق اللي دايمًا بيتكتل قدام منطقة جزائه، الفريق اللي معروف بطريقة لعب سيميوني اللي هو بيدافع وبيعتمد على الهجمات المرتدة، الفريق اللي طول الوقت هو بيعتمد إن أنا ما يخشش فيّا جول والعب إن أنا أحاول إن أنا أجيب أجوال. جميل، فأنت في أول دقيقتين بتجيب جول في ملعبك في الأنفيلد تدّيك دافع إنك تدوس بنزين وتحط رجلك على دواسة البنزين يا معلم وتطير، لكن لأ. أنت مش عايز تعمل كده، عملت كده في أول 5 دقايق، جِبت جول بتاع روبرتسون، ثم بعد كده مهارة فردية رائعة من محمد صلاح يحط الجول التاني، في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 5 يعني 2-0 في ملعب الأنفيلد قدّام أتلتيكو مدريد في الدقيقة 5 يالّا يا معلم بقى دوس بقى، كمّل بقى ضغط بقى، كمّل لعب، اضغط على الفريق اللي قدّامك، حُط التالت، حُط الرابع، حُط الخامس، حُط السادس، زي ما الله يمسّيه بالخير الناس اللي كانت تقعد تقول لك يورجن كلوب، الله يمسّيه بالخير يورجن كلوب. الله يمسيه بالخير الراجل ده أقسم بالله كان بيلعب رجليه دايس على دواسة البنزين ما بيشيلهاش، ضغط، 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 ليفربول كان بياكل أي حد قدامه، علشان شايف في شوية مطبلاتية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب والكلام ده، قاعدين يقول لك ويا عم أرني سلوت أجمد من يورجن كلوب، يالّا يالا يا بهيم أنت وهو، أرني سلوت إيه اللي أجمد من يورجن كلوب، يا عم اقعد، 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 ده أنتم ما بتفهموش ولا حاجة، ده مش ممكن. أول 5 دقايق كسبان 2-0 في ملعب الأنفيلد قدّام أتلتيكو مدريد، كمّل ضغط، لأ هاسيب لك الكورة، العب يا معلم زي ما أنت عايز، ابدأ نقّل، ابدأ استحوذ، ابدأ امسك خط النُص، ابدأ اعمل اللي أنت عايزه، وتبدأ تحاول تلعب وتبطّئ اللعب وتهدّي الريتم لآخر حد، يمكن 30 دقيقة من الشوط الأولاني ليفربول بيعمل كده بس، بعد ما جاب الجونين. في حين إن أتلتيكو مدريد بياخد الكورة عايز يروح بيها direct عايز يجري، يلعب كرة طويلة أو يلعب كرات بساط ويروح يخترق من ناحية جريزمان أو من ناحية سيميوني، ابن سيميوني مع لورينتي، طول الوقت كان بيعمل الكلام ده، لحد ما بدأت تبان في الدقيقة 35 ملامح خطورة أتلتيكو مدريد، فعلًا ضاغط على ليفربول، وفعلًا سهل إن هو يسجل، وفعلًا في الدقيقة 45 أو في الدقيقة الأولى من وقت بدل الضايع في الشوط الأولاني، لورينتي بيحط جول من الكرة اللي أنا باتكلم عليها دي، باص سريع، سريع هوب ضرب الخطوط بتاعتك راح حطها جول، 2-1 في ماتش أنت المفروض مهيمن عليه، أنت ماسك الكرة طول الشوط الأولاني، أنت كسبان 2-0 في أول 5 دقايق، لكن لأ، أرني سلوت بيقرر إن هو يهدّي الريتم، علشان خاطر إيه أنا مش عارف، هتقول لي أصل هو دايمًا بيفكّر في حسابات الماتش اللي بعديه، يا عم ما تخلّص الماتش اللي أنت فيه الأول وبعد كده شوف الماتش اللي بعديه، ما تلعب يا عم الماتش اللي أنت فيه يا عم والtactics بتاعتك وخلّص الماتش ده وبعد كده ابقى اتفرّج على الماتش اللي بعديه، هتقول لي أصل الماتش الجاي ديربي الميرسيسايد، إيه المشكلة يا عم؟ ده أنت عندك فريق يعني دلوقتي أنت عندك دكة فريقين مش فريق واحد، يخلص الشوط الأولاني، خُش الشوط التاني كمّل بقى، اضغط، العب، كمّل، لأ، هاسيب برضه الكورة ليهم، وأبدأ أنا أحاول أنا
أنا اللي بالعب على ملعبي في الأنفيلد وأنا كسبان 2-1، أنا اللي ألعب على الهجمات المرتدة. في كورة لعبها صلاح جات في القائم، في كورة لعبها فيرتس طلعت برّه، في كورة في الشوط الأولاني بعد ما كان ليفربول 2-0 فيرتس رقّص أوبلاك وكان هيحطها دخل عليه فريمبونج، حلو الكلام ده كله، ما جبتهمش جوال، فضلت النتيجة متعلقة ل2-1 فيقرر أرني سلوت الجامد العبقري إن يغيّر فريمبونج اللي كان عامل أداء جامد أوي هجوميًا، وجامد أوي، أوي، أوي دفاعيًا عشان ينزّل كونر برادلي، ويخرّج إيزاك، ويخرّج خاكبو، وينزّل ماكاليستر وإيكيتيكي، اللي إيكيتيكي النهارده مش طبيعي، النهارده إيكيتيكي مضيّع 3 كور أجوال، ال3 جوال. أولًا كودي خاكبو، هو كودي خاكبو بيلعب في الماتش لحد الدقيقة 60 بيهبِّب إيه؟ والّا هو عشان هولندي زيّك فأنت مكمّل بتلعب بيه؟ إيه المستوى الزبالة ده؟ إيه يا عم جامبو الجو ده، ده فعلًا جامبو، ده مش كودي خاكبو ده جامبو، ده كودي جامبو، إيه يا عم القرف ده؟ إيه المستوى الزبالة ده؟ الناس اللي كانت بتعيب على لويس دياز في الحنكشة، ده ما فيش ده إيه يا عم القرف ده؟ ده نسخة من محمود تريزيجيه في الملعب، اللي بيعمله مع الأهلي ده نسخة محمود تريزيجيه في الملعب، بس النسخة الهولندية، إيه القرف ده يا عم؟ ومكمّل لحد الدقيقة 60 ليه؟ وتطلّع إيزاك ليه؟ هتقول لي أصل هو مش جاهز، إيزاك أقوى من إيكيتيكي، وكان مسبب خطورة أكتر من إيكيتيكي لمّا نزل، والكذا كورة اللي جات إيكيتيكي اللي ضيّعهم منهم كورة صلاح اللي لعبها له بالعرض حطها في السما دي على طريقة داروين نونيز، لو كان إيزاك كان حطها جول، كذا كورة كده كان ممكن تبقى جوال. تمام، بعد ما عملت التغييرات دي، سِبت نُص الملعب اللي أنت نزّلت أصلًا ماكاليستر فيه علشان يمسك نُص الملعب مع جرافنبرخ وسوبوسلاي، ادّيته برضه لسيميوني، في حين سيميوني قام منزّل كوكي، كوكي اللي بيقدر يمسك نُص الملعب، لعيب كبير في السِن ولكن عنده خبرة في إن هو يقف إمتى، وإمتى يبقى الأماكن اللي يستلم فيها الكرة ويسلّم، وعندك مشكلة كارثية ناحية روبرتسون هناك الناحية التانية، إن طول الوقت لورينتي بيدخل وبيقطم لقلب الملعب وبيشوط، وأنت ما فيش أي حاجة خالص، ما فيش. كونر برادلي الواد اللي كان بيلعب ناحية كونر برادلي أنا مش عارف اسمه إيه، يعني كل كورة بيحاول إن هو يعدّي منه بيعدّي منه وبيرقّصه. الجول التاني أصلًا معدّي من كونر برادلي في كورة ساذجة جدًا، عبيطة جدًا، كان كونر برادلي سهل إن هو يلعبها في الout أو يلعبها طويلة، لأ قرر إن هو يشوطها فتخبط في المدافع فترد للراجل يروح بيها ويتلعب عليه وتتلعب over وتخبط في ماكاليستر وتدخل جول. إيه يا عم، في إيه يا عم؟ هو أنت السنة اللي فاتت كنت بتلعب ببركة يورجن كلوب والسنة دي بتلعب ببركة على الله حكايتنا؟ كل ماتش أبقى أنا كسبان 2-0 و1-0 ويدخل فيّا جولين و3 وقاعد لحد آخر لحظة علشان خاطر أجيب جول الفوز، إيه ده مش ممكن، مش ممكن الأسلوب ده، إيه ده؟ هتقول لي أصل دي سمة الأبطال، سمة أبطال مين يا عم؟ وطبعًا شايف بقى أنا في الفيسبوك وبتاع جماهير ريال مدريد الزياطة، طبعًا كالعادة بيزيطوا، هو ده ليفربول، ده إحنا ما جبناش صفقات، هو ده الفريق ب400.000.000 و450.000.000 ما حدش فيكم جماهير ريال مدريد بالذات ما تتكلمش، أنا مش عايز أسمع صوت ولا واحد من جماهير ريال مدريد، أنتم أصلًا ال3 بطولات اللي خدتوهم في دوري أبطال أوروبا مع عم كارلو أنشيلوتي، الشيخ كارلو أنشيلوتي واخدينهم بأسلوب أنيل من ده. تمام، كنا بنلعب بالبركة وبتكسبوا وبتمشي معاكم، وكان حظ ريال مدريد، فما حدش فيكم والنبي يتكلم تمام، امبارح الحكم مجاملكم مجاملة زي الفل في ضربة الجزاء التانية عسل فجماهير ريال مدريد اللي هتقعد تصوصو على الفيسبوك وتتكلم والنبي ريحونا بس من كلامكم ده، اركن أنت وهو على جنب، لما نبقى نيجي نلاعبكم يحلها ربنا، عشان بس أنا عارف أنا الفريق ده وجماهيره زياطين على الفاضي، تمام؟ بس أنت لو هتكمّل الماتشات وأسلوب لعبك بالمنظر ده مع ليفربول، لأ في كده كارثة كبيرة، كارثة كبيرة. بعد إذن حضرتك يا عم سلوت ما تغيّرش في نُص الملعب، ما تغيّرش ما بين جرافنبرخ، سوبوسلاي، ماكاليستر، محمود بيه، كودي، حسن، تريزيجيه، خاكبو ما يلعبش، مش هينفع خالص حرقة الدم دي. أنا بصراحة ما عجبنيش خالص
أداء أرني سلوت. نهائي. كسبت متصدر الدوري 4 ماتشات ب12 نقطة بس مستوى زي الزفت، زي الزفت، والحظ ده مش هيكمّل معاك كتير، والماتشات اللي بتخلص كده هتكمّل معاك كتير، هتيجي معاك في مرّة وهتقلب معاك ضلمة، هتلاقي فاهم وفاهم والضرب نازل عليك من كل حتة، مش هينفع، مش هينفع المستوى ده، المستوى ده سيء للغاية ولازم يعيد حساباته، ولازم يفوّق كده علشان اللي بيحصل ده صعب. يعني ده أنا بُص، أنا يعني باحاول إن أنا أتكلّم بهدوء، لإن أنا بصراحة النهارده الماتش اتفرّجت عليه حرقة دم غير طبيعية، حرقة دم غير طبيعية رغم إن إحنا كسبنا، بس حرقة دم غير طبيعية. ده كان تعليقًا على ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد.